صباح الهنا، ازيك؟ تلبسي ايه في البيت مع البرد والرضاعه؟ لانه محدش فينا حمل خالص انه يجيله دور برد او يتعب. يعني احنا والعيال متبهدلين. اول حاجه دايما خلي عندك طبقه داخليه. الطبقه الاساسيه الداخليه دي يا اما بتكون توب، او مثلا تيشيرت على شكل حرف في، او مثلا حتى مثلا فانيلا. اوكي، تكون مناسبه للرضاعه. دي الطبقه الكات الاساسيه او اللي هتلبسيها. الطبقه اللي فوقيها خليها هاي كول، او مش لازم تكون خالص مناسبه للرضاعه، او تكون بكم ومريحه وبلوفر وكل حاجه، بحيث ان انت لما ترفعي الطبقه اللي فوق اللي فيها هاي كول يبقى انت لغايه البيبي انت دفيانه، ورقبتك دفيانه، والصدر دفيان، وكل حاجه، والمنطقه اللي تحت برضو دفيانه، والبطن وكل حاجه بالتيشيرت، يا دوبك بس المكان اللي بيرضع منه الطفل هو الاكسبوزد. غير كده انا برضو هفضل بردانه، لانه مش ممكن انا مثلا هلبس حاجه كات او حاجه بكم بس في الشتاء ده، فبزود فوقيها طبقات. زي ايه الطبقات؟ زي مثلا ان انت تلبسي عليهم كارديجن، زي مثلا ان انت تلبسي عليهم اي جاكيته او غطا بيجامه، زي مثلا روب، او مثلا ممكن تلبسي هودي. اي حاجه تكون بسوسته او تكون بزراير، بحيث انك وقت الرضاعه تقدري تفكيها ترضعي البيبي من غير ما ايديكي وكل الدفى اللي على كتافك يروح. ممكن تحطي بونشو عليكي وانتي بترضعي. ممكن تخلي دايما في المكان اللي بترضعي فيه تنقي مكان يكون دافي وثبتيه بقى طول الشتاء، هو ده المكان اللي بترضعي فيه البيبي. تحطي فيه جنبك اي شال، او لو انتي مش لابسه هاي كول تحطي فيه كوفيه او اشارب ان شاء الله يا رب، ساتر الرضاعه تستخدميه في البيت، او ممكن تستخدمي حتى اسدال الصلاه. لو انتي سايباه جنبك ارميه على كتفك كده وانتي بترضعي البيبي، بحيث يا حبيبتي ما تنسيش نفسك فتعي، لان العمليه مش مستاهله، مش ناقصه. بالنسبه لوقت النوم، فامهات كتير قوي بتيجي وقت النوم تنسى نفسها، لان بتبقى بترضع بالليل وهي نايمه، ومع الوقت تقوم يا عيني عيانه. فلو سمحتي ارمي جنبك برضو حاجه تقيله، او بطانيه البيبي، بطانيه صغيره، او لو عندكم كوفيرتا مثلا للبيبي ما بقتش تستخدميها وبقيت تستخدمي البطاطين. مع ان انا ضد ان احنا نغطي الولاد ببطاطين لانهم بيشيلوا الغطا، انا مع ان احنا بالليل نزود لهم طبقه لبس زياده، بدل ما نفضل طول الليل في معركه تشيل الغطا والولد درجه حراره جسمه تفضل تختلف ويعيا. فوفروا البطاطين وخليها ليك انتي، او اي كوفيه او غطا ارميه على كتفك بس لو سمحتي وانتي بترضعي بالليل، عشان وانتي نايمه فعلا هتتعبي، هتبردي جامد. لو انتي لسه في المرحله الاولى ولسه والده، الحمد لله على سلامتك، هاتي بريست بادز اللي هي عباره عن حاجات قطنيه كده صغيره جدا، بتتحط جوه المكان بتاع الرضاعه، علشان اللبن لو نقط او اي حاجه ما يبللكيش كل هدومك، لان انتي في الشتاء مش هتقدري تغيري كل الهدوم. في منها نوعين، نوع بيبقى قطن كله، ونوع تاني بيبقى من جواه طبقه كده زي سلوفان. هو القطن اصح حاجه، بس السلوفان بيمنع شويه تسريب للهدوم اللي فوقيه. فحاولي تستخدمي واحدة او اتنين فوق بعض، ساعات 3 لو انت لسه في اول بعد الولادة على طول، هتمنع ان هدومك كلها تتبهدل. وقت الرضاعة حاولي تشربي حاجة سخنة، اعملي لنفسك كوباية ينسون تبقي خدتي السوائل اللي انت محتاجاها، وفي نفس الوقت حاجة تدفيكي، حمص الشام، هوت شوكليت، يعني دلعي نفسك شوية بحيث تدفي وانت بترضعي، مع انه الرضاعة اصلا في حد ذاتها بتدفي. لو انت بتشفط عندك في البيت مضخه للبن دايما بنقول، وعندك اوقات بتدي فيها رضاعه مباشره، دايما بنحب ان الرضاعه المباشره تبقى بالليل علشان انتاج اللبن، بس في نفس الوقت بيبقى صعب عليكي جدا مع البرد. فممكن ترضعي الرضاعه اللي هي قبل النوم الطويله دي، تخليها اوكي رضاعه مباشره، وبقيه الرضاعات بتاعت بالليل تخليها من اللي انتي مشفطاه، وتعكسي خلي الرضاعه المباشره بالنهار، وخلي الرضعات الجاهزه بالليل في الوقت اللي انت هتقومي فيه من تحت البطانيه، وتبقي بردانه قوي. عشان تتدفي صح مش لازم تلبسي قطع كتير، بس لازم جوده القطعه اللي هتلبسيها بالذات تدفيكي الاساسيه تكون هي اللي تقيله. والله اللي امكانياته عاليه قوي هيقدر يجيب انواع من الصوف غاليه جدا تدفيه، وبتبقى رقيقه جدا مش سميكه بس بتدفيه كويس. اللي امكانياته اقل ان شاء الله يا رب حتى هتجيبي كارينا، ولو ان مفيش حاجه بقت رخيصه حتى الكارينا، بس هتلاقيه في منه انواع نص قطن نص لكرة مثلا تدفيكي شويه اكتر من الحاجات القطن، فعلى حسب امكانياتك. ما تنسيش فيتامين سي مهم جدا ليكي، ما تنسيش فيتاميناتك مع الرضاعه بالذات في الشتاء، لان الشتاء عايز مناعه. انت محتاجه مجموعه فيتامينات اللي كنت بتاخديها ايام الحمل عديها تاني،
ولو برضو عندك كالسيوم مع فيتامين د كنت بتاخديه من ايام الحمل خديه. لو انت لسه والده وعندك انيميا صلحيها. لو جالك برد ده مش معناه انك محتاجه توقفي الرضاعه، بالعكس انت بتنقلي للطفل كل المناعه اللي جسمك عملها، فرضعيه كتير جدا، بس يا ريت لو تلبسي ماسك عشان ما يبقاش عليه حمل فيروسي كتير بيتنقل من الام للبيبي. لو انت نفسك جالك برد يا حبيبتي تقدري تشربي المشروبات الدافيه عادي، تقدري تعملي غسيل انف، ده هيساعدك جدا في انك تفكي الاحتقان. تقدري تاخدي بنادول العادي او بس 2 لان واحد مش هيعمل حاجه، او تجيبي حاجه اسمها دولي بران 1 جرام، تاخدي منه كل 6 ساعات وساعات كل 4 ساعات لو انت تعبانه قوي. لو الرشح زياده عن اللزوم والبيبي كبر شويه عدى 3-4 شهور ممكن تاخدي بالليل حاجه للرشح، دواء حساسيه زرتك مثلا. بس ما ينفعش تاخدي دواء برد خالص لو سمحتي، لانه بيبقى فيه ماده اسمها سودو افيدرين، الماده دي بتقلل اللبن وما ينفعش الطفل يستخدمها خالص لان ليها اعراض جانبيه على البيبي بتعديله من اللبن. ربنا يقويكم يا رب ويبارك في الولاد، والف سلام عليكم.